الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون وإياكم رفقة أخي الحبيب الفنان القدير والممثل الكبير خويا صالح أقروت. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك خويا عزتي. في حلقة جديدة من آلاء منسية، في كل مرة نذكر ونستذكر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. النعمة تاع اليوم يكفيها شرفا أنه أول آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى تكلمت عليها. أول آية كانت اقرأ. نعمة العلم. نشوفوا بزاف تطورت ونهضت بسبب العلم. حنا رانا متخلفين الآن. علاش؟ والله يعني إذا كنا ما عطيناش قيمة للعلم، معناتها ما عطيناش قيمة للنهوض، ما عطيناش قيمة للتطور، ما عطيناش قيمة، لأنه العلم هو كلش. راك قلتها خويا عز الدين، ربي سبحانه تكلم معنا قال لنا اقرأ. يعني المفروض الإنسان يطبق، يقرأ. إذا راه حاب يعرف يعني نعمة وجوده لابد أن يقرأ. رغم أنه في الإسلام سواء في القرآن أو في السنة النبوية قدر العلماء عظيم، ولكن للأسف الشديد يعني كي نجو نشوفوا في واقعنا الآن يعني نسمعوا بعض العبارات تقول لك اللي قرأ بكري، واش دير بالقراية؟ الناس راهي ترفع يعني كاين بعض الأحيان الإنسان يقرن العلم بالمال. معناتها العلم اللي ما عندوش به مدخول يشوفوا يعني ما عندوش وزن. هو لا، هو العلم حاجة والترفاه حاجة. يعني ممكن الإنسان يكون عنده مال كثير بصح يعني ما يكونش عنده وزن علمي، وممكن الإنسان يكون يعني عالم وما عندوش يعني وزن مادي. ما كاش يعني كاين في التاريخ بزاف منهم كلي بالك ما صابش حتى شوية خبز ياكلوا، بصح خلى مثلا بالك واحد 400 مجلد يعني مرموتو يعني. وعلى هذه نشوفوا باللي العلم قيمته ذاتية. يعني بمجرد أنه الإنسان يكون عالم، يعني حتى ولو ما كانش عنده مال ولو ما كانش عنده مظاهر، ولكن الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الميزان تاع ربي ماشي كما الميزان تاع البنادم. طبعا هي في الحقيقة كاين فرق، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هو الفرق هذا نقدروا نشوفه حتى في الطبيعة تاعنا. معناتها كاين الناس اللي عندهم مستوى علمي، يعني نعم. يقولوا علماء. هذ العلماء يتشبهوا للنحلة، يعني يمدوا لنا العسل باش يداويونا. وكاين بني ادم يتشبهوا لبوزنزل، يعني ماشي كيف ما نجموش حنا نقارنوا دوكا بوزنزل مع النحله. صح. العلماء هذو هما النحله، هذو هما اللي يخليونا يعني باش تكون عندنا دراسات مستقبليه مرموتهم. كاين بزاف حنا علماء عندهم تقريبا بالك 10 قرون او اكثر من اللي ماتوا، بصح مازلنا الان نقراو عليهم. خلاو يعني يكفي العلم ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الصدقات الجاريه. مازلنا نستفادوا منهم. بصح واش راح تستفاد من قارون؟ خلينا من القصه تاعو هو، يعني بحد ذاته واش تستفاد منه؟ واحد عنده كما يقولوا برميل تاع سوارده وخلاص، هذا ما كان. ماتوا خلاهم. هذا ما كان. لهذا يعني لو الانسان يتامل في الماضي، نعم، سواء القريب ولا البعيد، يشوف بلي المسلمين كان عندهم علماء. طبعا كان عندهم غير العلماء. هذه مليحه. هذا كلش كان عندهم. هي طبعا خاطرش التاريخ، هذا التاريخ هو اللي يعني هو اللي يفرض وجوده. لو نشوفوا مثلا ابن سينا، الخوارزمي، ابن الهيثم، الرازي، الفارابي، ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، يعني هذو كلهم كانوا شموس. الشيخ بشير الإبراهيمي رحمه الله، الشيخ عبد الحميد بن باديس، نعم، مالك بن نابي، أبو الأعلى المودودي، يعني وقيس على ذلك. هذو كلهم علماء كبار ان شاء الله نعرفوا. هذو بالدرجة تاعنا، يعني بالدرجة تاعنا باللغة شوية فيها فرنسية، هذو صالة دو فروي تاع بني آدم. هذو هما صالة دو فروي تاع بني آدم. تشبيه جميل. بالك يعني نخليو المشاهدين الكرام يتابعوا معنا واش وجدتنا انت والاستاذ يزيد آية الجودي في هذا السكات. شريحوا معنا.
عليكم. وبالعاني جيت سكيمي هكذا يا خاطر على بالي باللي هكذا ما ينتبهوش باللي راني هنا. نورمالمون يحلوا على السبعه، اي 8 غير 4 كتب الحانوت مازال ماهيش محلول، اليوم ما تفراش. والخدامين هذو باش تزير عليهم، فهمني، باش الركبه تاعك تصحاح، نحي لهم انايا دوكا من السوبه. خاطرش فرق بين تخلص تاع 8 وتجيني على 8 ونص، ولا تاع 7 وتجيني على 8. بينما يعني راكد. المعلم بكر قبل الخدامين. إذا يبدو ذوق المصير عنهم من ممليح خاش ياكلوك. أنا نقول لك. مليح 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 الإنسان اللي يحسب. ما متربي على الدراهم اللي كنت صغير. كاش كيف واحد ما هيك واحد يشغل يقول لك تعملنا مليح، ما كان والو. أنا الدورو نجيبهم من كرش الصباح نجيبهم. يعيطوا لي زيد عليه في الحومة. واش راك دير أنا قاعد قاعد. اللي قاعد أنا راك تقرا. هاك جبت اقرا. نعطيك أنا كملت، أنا تحب نعطيك تقرا شوية. لا حاشا خويا أنا ما قراش. اللي قرا بكري. ولو كان قريت انا كاينه واحده مقاريه كيما هذه القرايه ما نجمش لي واحده كيما هذه. اسمح لي بصح لابد القرايه. واسمح لازم، واش بيك يا بيبي هذه تقولها لروحك. دربونا كاع بكري غلطونا. منك صح، واش راك تهدر؟ كيف انا مسخر ولا؟ انا الحوانت هذول ما عندي على مكتب قرايه. لو كان يدخل حرف داخل مخي صار ديشيرور ننغم. هضر لي على الارقام، فاهم معك؟ الارقام نسلك راسي يخرج علي الخوارزمي هنايا وحده ساك حسابات. يا وليدي اللي ما يعرفش يحسب قال لك حاسب نفسك قبل ما تتحاسب. عباك شحال قريت انا؟ راني نحاسب في نفسي. انا عندي بالقليل الحمد لله، اعوذ بالله من قولة انا ماشي باش يعني نزوخ عليك ولا. انا قادر ملاير يدخلوا في ساعه. هاك مع واحد نقول لك حاجه بالك تحسب كذا ولا. هاك مع واحد شت وين تخلص فور واحد 850 كيلومتر بالحسابات. ما تفطرش يا وليدي، المال ما يديك المعيد. تخيل روحك هاك عندك ملاير ومريح في شوكه لهيه مريض، كيف راه تقابل؟ مش شوكه يا راجل، انا راني لاباس عليا تطلع علي شوكه. كيف بنادم لحما وعظما واقف قدامك بكوستيم بلا ما نوري لك لامار كيف نقول في حاجه اخرى بيبي ردتني في الشوكه. لا بس انا نشوف فيك يعني ما شاء الله. خذ رايي يمكن حاجه اللي تخرج عليك اقرا. لا يا وليدي لازم انت تقرا. فهمت؟ على خاطر تكمل هكذايا راك تدير روحك للهلاك. على الاقل بنادم تشوف كيفاه تقابل مولاك. راك تشوف قرايه واش ندير. شفت كيفاه قرايه طاشي. يا ودي لازم الانسان يتعلم في هذه الدنيا هذه، ماشي غير الدراهم تبع في الخدام طلع وهبط. باش نقعد انا هكا قاعد انا يا كيما راك وتقرا في الجورنال. لا الحمد لله لو دريتي واش تخدم انت؟ انا كنت مقري يا حسره الوخضه للوخضه. واش راك تخلص؟ الحمد لله لا باين تاع واحد ريتريتي. خلينا من الله بين عليك ما تهافناش. قلت لك شحال تخلص، انا قلت لك شحال ماشي قلت لك كذا. ما تخليش نهار ثلاثه. راني في ثلاثه. ثلاثه انا راهم يروحوا لي في الكردون. هكذا الحال. ما لا يرحم بابك دوك الا حاب نقعدوا انتك انا ما نعرفك ما تعرفني. الله يبارك فيك. ماشي الحوانات انا ما تصيرنيش قاعد ما تصيحلكش باش تقعد قدامي هكذا خويا. ما اقرا وما تدخلش روحك في العقليه تاع ناس كبار. اسمح لي يا وليدي، اذا انت هاك ولد كيفاهم يقراو ولا ما يقراوش؟ حبيت نسقسيك. انا وليداتي راهم باليوت باش تكون على بال. سقسي الحوت يعرفك في وليدي. اسمع نقول لك درار استنى حبيت نقول له اقرا تبرع. سبحان الله. قديما لما كان المستوى عالي كانوا يقارنوا بين العلم والعقل، أما الآن فصرنا نقارن بين العلم والمال. للأسف الشديد هذا هو الحال لما يكون المستوى نازل. قديما كان العلماء يقولون: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العلم: أنا أحرزت غايته
وقال العقل أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف. يعني ربي موصوف بالعلم لا موصوف بالعقل، عليم علام عالم وليس موصوفا بالعقل. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. صدقوا. والعلم بالتعلم، يعني الإنسان كيف يجي العلم؟ لابد أن يكون معلم. المعلم هذا اللي احنا يذوق بالك ربما ما ناش نعطولو يعني ما ناش نعطولو قيمة كبيرة. المعلم هذا راه حاجة كبيرة، يصنع لنا الرجال. أنا نشوف أخويا صالح كان أحد المعلمين، يعني فكرتك في الشيخ تاعك كان يبات في الحمام. ما تبكينيش، يعني ما تشوف تبكينيش يا عزتي. لما تولي القيمة تاع الإنسان في رجليه وماشي في عقله. شوف مثلا ربي سبحانه كي خلقنا سبحانه وتعالى، أو دير المخ الفوق كاع الراس، شوف داروا الفوق، والرجلين داروهم لتحت. تصور أنت كي تبوس بنادم من راسه ما كاش كاع اللي يزعف. صح. لو كان برا تبوس واحد من رجليه الأمة كاع تدهش، لأن الرجل قيمتها ماشي كيما الرأس نازلة. معناتها حب يقول لنا ربي سبحانه باللي كيما يبدا بنادم في الخلق تاعو لازم له يبدا يتلهى بروحه من الفوق، يعني من الراس، والراس هو اللي يجي فيه العلم. احنا بدينا بالنص، كان يبان لك بدا بكرشه ربما في حياته، كان يبان لك في مكتوبه، وقيس على ذلك. يعني احنا ماذا بينا نوضحوا الصوره للناس باللي بنادم راسه هو الصح. هذه هي خويا عز الدين ببساطه. ربي يحفظك خويا صالح. يعني في الحقيقة كانت هذه هي نعمة اليوم، ولكن إذا حبينا نتكلموا على العلم، العلماء أفردوا له المجلدات، المئات إن لم أقل الآلاف. لهذا احنا نذكر بما ذكر به الله تبارك وتعالى حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكفي شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والذي يخرج في طلب العلم ويكتب عليه الله تبارك وتعالى الوفاة له أجر شهيد. نعم. فإحنا إن شاء الله رسالة هذه باش نعودوا نحيوا نعمة وقيمة العلم، ونعرفوا قدر العلماء وقدر المعلمين. إلى لقاء آخر ونعمة متجددة. آخر كلامي لئن شكرتم لأزيدنكم.